كلنا اكيد بنحب الكشري وبنحب نشتريه من بره. من بعد ما اقول لكم الطريقه بتاعت النهارده مش هتفكروا تشتروه من بره، لانكم هتعملوه احلى من بره بكتير بتكات وحركات هقول لكم عليها. ده عباره عن كوبايتين من العدس الاسود، ببدا انقعهم لمده 3 ساعات واغير الميه بتاعتهم عده مرات وبعد كده بصفيهم. ودي عباره عن بصله صغيره بحمرها في شويه من الزيت، وببدا اضيف عليها الكزبره الناشفه والملح والفلفل والكمون وكمان شويه من البهارات. واضيف عليها بعد كده العدس الاسود وابدا اقلبها كويس جدا مع البصل. وبعد كده بضيف له الميه المغليه لحد ما بياخد السوا بتاعه 3/4 سوا، لانه هيستوي بقيه السوا بتاعه مع الرز. بضيف معلقتين من الشعريه محمراهم، بضيفهم على الخليط ده. وببدأ أول ما يتشرب المية بتاعته بضيف فص توم بس هيديله طعم حلو جدا. والتكة التانية اللي هي 3 معالق من العدس الأصفر اللي منقوع بضيفه قرب ما يتشرب ميته. والتكة التالتة ان احنا هنضيف معلقة كبيرة من الخل. ما تستغربوش، دي اللي هتخلي الرز ليه طعم مميز وفي نفس الوقت هتخلي الرز مفلفل. بعد كده هنجيب الحمص ننقعه، وبعد كده نغسله برضو عدة مرات ونحط عليه معلقة من الشطة، معلقة من صوص الهريسة أو معلقة من البابريكا وفص من الثوم، ونسيبه يغلي لحد ما يستوي. ودي الدقة اللي هنعملها مع بعض عبارة عن توم بنبدأ نحمره. طبعا أنا بكتر التوم مع الكشري بيبقى كتير جدا. وبضيفه طبعا على الطماطم بعد ما بتتسبك، وبضيف له البهارات اللي هي نفس البهارات اللي ضفناها، كزبرة ناشفة وكمون وكمان البابريكا وشوية من الفلفل الأسود. بنجيب بقى عشان نعمل البصل 4 بصلات كبار بنقطعهم شرايح زي ما حضراتكم شايفين. بضيف عليهم معلقة من الدقيق، معلقة من الملح. ببدأ أدعكم كويس جدا وأضيفهم في زيت غزير وبحمرهم لحد ما بيتقرمشوا وبيبقوا بالمنظر ده. بحطهم على أو أصفيهم على مناديل المطبخ لحد ما يطلعوا بالشكل الجميل ده. بعد كده بعمل بقى اللي هو الدقة بتاعة الكشري، اللي هي عبارة عن توم حوالي 4 فصوص من الثوم، معاهم كمون ومعاهم البابريكا ومعاهم الكزبرة الناشفة، وبضيف لهم ربع كوباية من الخل وليمونة كاملة وكوباية من المية. وده طبعا حسب كمية أو عدد أفراد الأسرة. بسيب الخليط ده عندي وببدأ أعمل المكرونة. ببدأ أحمرها شوية في فص توم كده، وببدأ أعمل الصوص اللي هو الشطة بقى، اللي هو عبارة عن شوية برضو من التوم. ببدأ أحمرهم وأضيف لهم الشطة وبضيف عليهم شوية من الدقة اللي أنا عملتها اللي هي بالثوم والخل والليمون. وده بيبقى الصوص اللي هو بالشطة. ببدأ أحضر الطبق بتاعي، بحط شوية من الرز بالعدس وشوية من المكرونة السباكيتي والمكرونة الصغيرة. بعد كده بضيف صوص الطماطم اللي عملناه بالثوم والطماطم والبهارات. وبعد كده بضيف البصل المقرمش الجميل واجمله بالحمص واحط معاه الدقة اللي هي بالطماطم والدقة اللي هي بالشطة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم.